طب بناء على ايه بياخد القرار ان هو يعرض اعلانك انت 10 مرات في اليوم والمنافس بتاعك يعرضه 20 مره في اليوم؟ الله ينور عليك، بناء على الميزانيه. يبقى الاوكشن ده معناه ايه؟ هو ما زاد، انت هتدفع اكتر، ليك اولويه الظهور. برافو عليك. يبقى هو بيتعامل معانا بالظبط بمنطق اليافطه في شارع. في بقى غير دافع اكتر دافع اقل، الفيسبوك ما بيقولكش، بس هو بيدي لك هنت كده صغير عن المنافسه. المنافسه غاليه منين؟ من تكلفه ال1000 ظهور. يا جماعه انا كل ما هدفع اكتر كل ما ليا ظهور اكتر. حلو. السؤال هو هنا قال لك كل ما تدفع اكتر كل ما هتبيع اكتر، كل ما هيجي لك تفاعل اكتر، صح؟ يبقى هو ملوش اي علاقه، اللي يتفاعل يتفاعل، اللي يشتري يشتري، اللي ينفذ ينفذ، ملوش اي علاقه. هو الفكره كلها اللي انت كل ما بتدفع رقم اعلى كل ما بيبقى ليك اليافطه اللي في اول الطريق. يعني انا مثلا بدفع النهارده 1000 جنيه، المنافس بتاعي بيدفع 800، المنافس الثالث بيدفع 300، المنافس الرابع مش عارف بيدفع كام. يبقى لما يجي يرتب هيرتب انا يافطتي الاول، بعد كده اليافطه الثاني الاقل مني، واليافطه الثالثه ايه؟ اللي دفع اقل واحد. يبقى هو بالظبط، يبقى هي بالظبط هتيجي ايه؟ هتيجي بالترتيب. كل ما انت بتدفع اكتر كل ما ليك اولويه الظهور فين؟ في الاول. طيب السؤال، يعني انت كده يا عمرو عايز تقول لي ان اللي دافع اكتر وبما ان هو ضامن ظهوره فالمفروض يبقى ضامن بيع او ضامن تنفيذ. غلط، لان الموضوع معتمد على ايه؟ على المحتوى كرييتيف. بالظبط كده، الموضوع معتمد على المحتوى. انا ممكن اكون انا اليافطه الاولى، انا دافع اكتر واحد من ضمن المنافسين بتوعي، انا رقم واحد فيهم في الدفع، لكن انا عامل محتوى سيء جدا غير مفهوم. ايه اللي هيحصل؟ العميل هيعدي مش هياخد باله اصلا من التصميم بتاعك، مش هيبهره، مش هيجذبه، هيقوم معدي وماشي ومكمل طريقه. لما يقابل تصميم بالنسبه له او فيديو بالنسبه له ملفت يبدا يخش يسال.